عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض حاجه حلوه في الحر اللي احنا فيه ده، ترتب على قلبنا شويه وسهله وبسيطه ومش هتاخد معاكي 10 دقايق. يلا نبدا ونشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. في الطاسه بتاعتي هنزل عليها بباكت جيلي فراوله بالشكل ده. ممكن تستخدمي اي طعم بتحبيه على فكره، بس انا هستخدم فراوله. نزلت بباكت جيلي فراوله، حطيت عليه معلقتين كبار من السكر، نص كوبايه من الميه، وهقلبهم كده. وبعدين هزود عليهم كوباية ونص من الفراولة مقطعاها مكعبات صغيرة بالشكل ده. هنزل بكوباية ونص وهديهم تقليبة كده، وهشغل البوتاجاز بتاعي على درجة حرارة متوسطة، وهسيبهم علشان يغلوا كده ويتسبكوا مع بعض ويتقلوا. زي ما انتي شايفة كده، ده القوام اللي احنا وصلنا له. شايفين بيغلوا ازاي مع بعض؟ في المرحلة دي هطفي البوتاجاز وهسيبهم يبردوا تماما. وتعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده. معايا هنا نص كوباية من المية السخنة، مية سخنة بتغلي، نص كوباية. زودت عليها باكت تاني من الجيلي الفراولة برضو، قلبتهم بالشكل ده، ومش هزود هنا سكر ولا اي حاجة. هسيبهم بقى يبردوا، ممكن ندخلهم التلاجة شوية يبردوا شوية. انا مش عايزة الجيلي بتاعنا يتقل، انا عايزاه يبرد فقط. هنا بقى معايا كوباية من كريمة الخفق او نص كوباية كريم شانتيه، وهتزودي عليها المية حسب الاحتياج. نص كوباية الكريم شانتيه يعني باكت من الكريم شانتيه لو بتشتري الباكت الجاهز. وهحط عليهم معلقة كبيرة من السكر زي ما انتي شفتي كده، وهبدأ اضرب بالمضرب بتاعي لحد ما نوصل للقوام اللي انتي شايفاه ده. في المرحلة دي هرجع ازود معايا الجيلي اللي عملته في الكوباية، كان نص كوباية من المية السخنة عليهم باكت من الجيلي، قلبتهم وسبتهم يبردوا. هرجع ازودهم بالتدريج بالشكل ده على الكريمة بتاعتي، وهضرب بالشكل ده لحد ما هنوصل للون اللي هتشوفيه معايا دلوقتي. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ هلمهم بالشكل ده علشان لو في اي حتة لسه لونها ابيض ولا حاجة يدخل كله في بعضه، وكده يبقى خلصنا الحلويات بتاعتنا. هحطها في الكوبايات بالشكل ده. ممكن تستخدمي كوبايات، ممكن تستخدمي صينية تحطي فيها الكمية كلها مرة واحدة. المهم انا استخدمت كوبايات وخبطتها كده علشان لو في اي هوا من جوه يتفرغ من الهوا او حاجة. وبعدين هحط على الوش الخليط اللي عملناه في الاول. بعد ما برد طبعا بنزل بيه بالراحة كده على وش الكوباية بتاعتي، وتحطيها بعدين في التلاجة، تدخليها التلاجة شوية. هتاكلي احلى حاجة ترطب على قلبك، ما خدتش معاكي 10 دقايق وانتي واقفة على البوتاجاز او في المطبخ، وطلعتي بحاجة طعمها حلو قوي وشكلها شيك جدا جدا جدا. جربوها فعلا هتعجبكم. وكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة بتاعة النهاردة. ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل. وعايزة اقول لكم ان السحب بتاعنا النهاردة هطلع لايف النهاردة الساعة 1. لو انتي في امريكا الساعة 1 بتوقيت تينيسي، والساعة 9 بالليل بتوقيت مصر. وكل الناس اللي اشتركت معايا في المسابقة كتبت اسمائها في ورق، وهنطلع نعمل السحب، واللي هيكسب هياخد $50. اتمنى اشوفكم في اللايف. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، واشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.